الفنان عمرو دياب ضرب واحد من المعجبين بالقلم على وشه. تعالوا احكي لكم التفاصيل. الفيديو اللي احنا شايفينه ده ترند على كل شبكات التواصل الاجتماعي، اللي بيظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو بيضرب شاب كان كل همه يتصور معاه وضربه بالقلم على وشه. الفرح ده كان بتاع بنت رجل الاعمال والمنتج الكبير محمد السعد. كل مواقع التواصل الاجتماعي والاعلاميين والمشاهير حضروا الفرح ده. وده محمد سعد أسامة، شاب من محافظة الأقصر عايش في القاهرة. كل ذنبه إنه بيحب الفنان ده. طلع على الستيج وعايز يتصور مع الفنان اللي بيحبه، لمسه من ظهره عشان يبص له. جم عمرو دياب يلف وهوب وراح ضربه بالقلم على وشه. عارفين والد الشاب ده أول تصريح قاله إيه؟ قال يا ريت عمرو دياب ده كان ضربه بالرصاص بس ما كانش ضربه بالقلم على وشه. الشاب ده صعيدي يا جماعة. ومش بس كده، الأغرب من كده إن الفنان عمرو دياب راح وعمل محضر في الشاب، يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى. الحلقة بالكامل صورتها على قناة